هو احنا ممكن ننصر المسلمين في فلسطين والمسجد الأقصى ازاي؟ فإدنا حاجة نقدر نعملها لهم؟ تعال هقولك شوية حاجات نقدر نساعدهم بيها. أول وأهم حاجة نقدر نعملها هي الدعاء. الدعاء ده أهم سلاح معانا دلوقتي، وزي ما هم محتاجين سلاح يحاربوا بيه على الأرض، محتاجين كمان سلاح من السماء بالدعاء. وأنا هنا مش بقولك ادعي دعوتين بسرعة كده من غير حضور قلب، لا، أنا عاوزك تلح على ربنا في الدعاء، ترفع إيدك في الثلث الأخير من الليل وفي كل وقت إجابة ما بين الأذان والإقامة، وانت ساجد في الصلاة، وفي يوم الجمعة، وفي كل وقت إجابة تدعي كتير زي ما النبي عمل في غزوة بدر، وفضل رافع إيده يدعي لحد ما رداءه اللي كان لابسه وقع من على كتفه، وجه النصر فعلا رغم فرق العدد والإمكانيات. اوعى تستهون بالدعاء. تاني حاجة مهمة ودي تقدر تعملها وسهلة، انك تنشر القضية في وسط كل الناس اللي انت عارفها. لازم تعرفهم انها قضية كل مسلم، مش قضية الفلسطينيين بس. المسجد الأقصى ده أول قبلة للمسلمين، يعني كان زي الكعبة كده، غير انه كان مصر النبي عليه الصلاة والسلام، فدفاعك عنه دين. علشان كده اعمل كل حاجة تقدر عليها. كلم اهلك واصحابك وحبايبك، جمع ولادك واحكي لهم الحكاية وعرفهم ليه لازم ندافع عنه. لو مدرس في مدرسة او في درس، اوعى تنسى تنشر القضية بين الطلبة، هم دول الجيل الجديد اللي لازم يعرف القضية صح علشان ما يضحكش عليه. ولو امام مسجد او خطيب، فرصتك اكبر في انك توعي كل اللي بيسمعك. شيل هم القضية لأنها قضيتك واتكلم عنها مع كل حد. تالت حاجة ودي سهلة جدا وفي ايدينا كلنا وتقدر تعملها دلوقتي وانت بتسمع الفيديو، استغل السوشيال ميديا في نشر القضية دي. بلاش تقول هو يعني البوست بتاعي اللي هيفرق. ايوه هيفرق وهيشجع غيرك وغيرك، وكله في ميزان حسناتك. تقدر مثلا تغير صورة البروفايل وتحط صورة للمسجد الأقصى وفلسطين. تقدر تنشر في الحالة والستوري وعلى صفحتك الشخصية بوستات وفيديوهات تدعم القضية دي. المهم السوشيال ميديا دي لعبتك اللي كتير كانت ممكن تضيع وقتك في حاجة مش مفيدة، وهو جه الوقت اللي تقدر تستعملها في حاجة مفيدة وتاخد عليها حسنات. فأي حاجة تقدر تعملها اعملها. رابع حاجة، استغل الأحداث دي واقرا في تاريخ اللي بيحصل في فلسطين علشان تقدر تفهم الحكاية صح وتبقى على وعي باللي بيحصل، وعلشان محدش يضحك علينا ويفهمنا حاجة غير الحقيقة. وأخيرا تقدر تنصر فلسطين وتحرر المسجد الأقصى بإنك تحرر نفسك من أسر الذنوب والمعاصي، بإنك تحرر نفسك من سجن الدنيا وتبقى دايما هدفك هو الآخرة وبس، بإنك تحافظ على عباداتك، فتحافظ على الصلاة في وقتها وما تجمعهاش، وتقوم تصلي الفجر في وقته قبل الشروق وما تكسلش، وتبعد عن العلاقات المحرمة وعن الربا والغش والكذب. كل دي حاجات هتخلينا جيل يستاهل النصر. هو ده وعد ربنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. رسائل